مساء الفل واهلا بيكم الحلقه العاشره ورد على فل وياسمين. تبدا بدكتور طارق بيروح لالهام البيت ويقول لها ليه مش بترد على رسايلي. قالت له مش انا اللي فتحتها، ده كريم، اصلا انا عامله لك بلوك. قال لها عايزه اتكلم معاكي. قالت له خلاص امك قالت كل حاجه واتفقنا. قال لها ليه بتعملي كده؟ اديني فرصه، انا معجب بيكي. قالت له ما ينفعش. سألها طب ماما قالت لك ايه؟ قالت له نفس اللي قلته لك بس بطريقه انشف شويه. سيبني في حالي وخد بالك من مستقبلك. قال لها مستقبلي معاكي؟ مش هنجح في مذاكرة ولا دكتوراه ولا شغل غير وانتي معايا. عمري في حياتي ما اخترت حاجة، انتي أول اختيار. قالت له اخترت غلط. قال لها دي الحاجة الصح الوحيدة اللي اخترتها في حياتي. احنا كده خلاص اتفقنا وبقينا في حكم المخطوبين. شيل البلوك اللي عملتيهولي. قالت له هفكر. وهي في منتهى السعادة. بعد ما مشي مامتها بتقول لها ممكن افهم ايه اللي عملتيه معاه ده؟ الهام قالت لها هو ينفع يعني؟ مامتها بتقول لها افرحي من قلبك، انت ما شفتيش يوم حلو قبل كده؟ اديله فرصة، ده ابن حلال. شوفي الفرق بينه وبين خطيب اختك. التاني عايز نفرش له الارض ورد علشان يتكرم ويجي يقابلنا ويرضى انه يخطبها. انما دكتور طارق بقى ولا فارق معاه احنا عايشين فين ولا عيشتنا شكلها ايه، ولا الحارة ولا الفقر ولا اي حاجة. راجل ابن حلال مصفي. هو صحيح اصغر منك في السن بس راجل يعتمد عليه. ده برضو اللي انت بتفكري تسيبيه. ونروح بقى لحسن طليق إلهام في الحجز، وبيجي واحد كان يعرفه وسأله ايه اللي رجعك هنا تاني؟ قال له مظلوم، ما عملتش حاجة ومش عارف هطلع منها ازاي، وحكى له القصة كلها. زميله ده بقى قال له ما تقلقش انا هحلها لك وهطلعك منها. وطارق بقى رجع البيت، دخل على اوضته على طول. بتدخل مامته وراه، بتقول له باباك حكى ليا على حكاية عيا إلهام. قال لها وقالك بقى قبل ما تكلميها وتنكدي عليها ولا بعد؟ قالت له هو انت عرفت؟ قال لها اه لسه جاي من عندها. فبتقول له والله لما عرفت قدرت مشاعرك، بس ده مش حب، ده تعاطف، هي تستاهله. مش معنى انها صعبت عليك تحبها، ومش معنى انها محتاجة مساعدتك انك تتجوزها. بس لازم تساعدها علشان انت دكتور، واحنا كمان هنساعدها، بس الحكاية بقى تقف على كده. ونروح بقى بيت شيماء. جوزها ابراهيم راجع من الشغل، لقاها بتقول له عندنا ضيوف، اصل نجوى صاحبتي باباها عارف اللي حصل معاها وسابت المستشفى وهتقعد عندنا كذا يوم لحد ما صحتها تتحسن. ما عجبوش الكلام ده. قال لها واحنا مالنا، نقعد عندنا ليه؟ هي تغلط واحنا ندفع الثمن؟ تروح تشوف مكان تاني تقعد فيه. ادخل قولي لها تمشي، مش عايزها في بيتي. نجوى بقى سمعت كل ده وراحت خارجاله. اول ما شافها اتخض وما نطقش بولا كلمه. وهي بكل هدوء بتقول له معلش يا استاذ ابراهيم، هتقل عليكوا شويه لحد ما ابقى كويسه بس، وافضل اقف على رجلي وهمشي على طول. قال لها بكل هدوء وابتسامه براحتك، ده احنا نشيلك في عينينا، لو ما شالتكش الارض نشيلك فوق راسنا. وهي بقى بتقول له اللي يستر على ولي الناس ربنا يسترها عليه. طبعا ما يقدرش يقول ولا كلمة من بعد ما شاف نجوى، لأنه خلاص خايف إنها تقول لمراته إنها شافته مع واحدة في عربيته. إلهام بتنزل السوبر ماركت تجيب إزازة زيت. قال لها خدي كرتونة بحالها هدية. قالت له ليه؟ أنا مش عايزة غير إزازة واحدة وهدفع تمنها، وكمان كيس الشيبس اللي اديته لابني هديك تمنه. سعيد بقى بيفاجئها انه ريحها من طريقها حسن، لفق له حكايه على الاقل فيها 10 سنين. وهي بتقوله ليه كده؟ حرام عليك. قال لها مش كنت عايزه راجل يحميكي منه؟ انا اهو وريحتك منه خالص. طلعت البيت وكلمت دكتور طارق تحكي له. قال لها انت زعلانه عليه؟ قالت له اه علشان هو اتغير وكان عايز يشتغل وياكلها بالحلال وبقى غلبان وما يستاهلش يحصل له كده. كل ده علشان عايز يلفت نظري. ادى لكريم كيس الشيبسي وكمان عايز يديني كرتون الزيت ببلاش. طارق بيقول لها اظن ان اكسب. جبت لكريم ايس كريم وكمان تين شوكي، وبيقول لها مبسوط انك بتاخدي رايي. سالته شايف اعمل ايه؟ قال لها انا شايف انك هتعملي الصح من غير ما اقولك اي حاجه. ما كدبتش خبر، وراحت على امين اسماعيل حكيت له كل اللي عرفته من سعيد صاحب السوبر ماركت وايه اللي عمله بالظبط علشان يخلص من حسن. الأمين إسماعيل قال لها عندك استعداد تشهدي بكل الكلام ده؟ قالت له آه طبعا أشهد. وفي بيت طارق بقى رانيا بتقول له ممكن أتكلم معاك شوية؟ فبيقول لها أنتي مبسوطة بعد الخطوبة ما اتفسخت؟ قالت له تخيل، طلع بيحس. طارق بيقول لها ما هو بصراحة أنتي كنتي بتعامليه وحش قوي لحد ما طفشتيه.
وسألته عن إلهام، قال لها دي بني آدمة جميلة قوي، عمري ما شفت حد في حياتي زيها، بتفكر في كل اللي حواليها، راضية ومبسوطة. أنا ما كنتش عايشة قبل ما أشوفها، كنت جوه قفص مفيش غير دراستي والمنحة والسفر وبس، عايش لنفسي بجدول محسوب. قالت له بمناسبة انك عايش لنفسك، انت اللي اقنعتني اعمل خطوبة عشان تشوف الهام. قال لها وافرضي الخطوبة كانت حلوة وانا شفت الهام ما حصلش حاجة، وانت طفشتيه والكل مرضي ومبسوط. ونروح لإلهام اللي بتكتشف إن شعرها بيسقط بشكل رهيب ومش فاهمة ليه. وفي اللحظة دي بيرن جرس الباب، دي شيماء اللي بتقول لإلهام عايزاكي ضروري جدا، وبتاخدها بعيدة عن مامتها. وسألتها نجوى عاملة ايه، ردت وقالت لها خدتها عندي البيت، أصل أبوها عارف من الدكاترة وكان هيخلص عليها. إلهام بتقول لها عارف من الدكاترة ولا منك؟ قالت لها مش المهم ده دلوقتي، أنا عايزة أعرف حاجة، انت عندك ايه بالظبط؟ إلهام قالت لها عندي أنيميا. شيماء قالت لها لا، الدواء ده مش بتاع أنيميا، ده بتاع سرطان، بياخدوه اللي حالتهم صعبة قوي. انت رحتي لدكتور أورام؟ قالت لها اه رحت. سألتها وقالك ايه؟ قالت لها أنيميا. شيماء بتقول لها الدواء ده مش أي حد بيعرف يجيبه، بياخدوه المحجوزين في المستشفى بس، ومحتاج إجراءات وعلاج على نفقة الدولة وتأمين صحي وشغلانة، لأنه غالي قوي. إلهام مش مصدقة اللي بتسمعه، حاسة إنها في كابوس. انما شيماء بتقول لها ما تقلقيش، انا هفضل جنبك مش هسيبك ابدا، حجزتلك كمان عند دكتور اورام وهروح معاكي. الهام طلبت منها ما تقولش لاي حد خصوصا مامتها، وقالت لها انا هتصرف ما تقلقيش. يا ترى ايه اللي هيحصل الحلقات الجايه؟ اشوفكم بخير ومع السلامه.